مشاهدينا متابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، أهلا بكم. معكم عنايات عبد الحليم مراسلة أهل مصر من كفر الشيخ. واقعة مؤسفة ومحزنة للغاية شهدتها محافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، حيث توفى شاب بعد يوم واحد من حفل زفافه اللي كان عقد مساء يوم أمس الخميس إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة ليعم الحزن أرجاء محافظة كفر الشيخ بعد إعلان أسرة الشاب بخبر وفاته بعد يوم واحد من حفل زفافه. يمكن الشاب ويدعى محمد أحمد داوود، شاب من أبناء إحدى القرى التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ. يوم أمس الخميس كان حفل زفافه. الشاب احتفل مع أسرته مع عروسه بحفل زفافه في إحدى القاعات في مدينة دسوق، قاعات الزفاف بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. واليوم الجمعة يعني للأسف الشاب توفاه الله في يوم الصباحية بعد يوم واحد من حفل زفافه إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، الأمر اللي سبب طبعا حالة كبيرة جدا من الحزن والصدمة لأسرته وجميع محبيه وذويه ولجميع أبناء قريته ومحافظة كفر الشيخ بأكملها. يمكن مصدر مقرب لأسرة العريس المتوفى إلى رحمة مولاه أكد في تصريحات خاصة لأهل مصر إن الشاب احتفل بحفل زفافه يوم أمس الخميس في إحدى القاعات التابعة إحدى قاعات الزفاف في مدينة دسوق ومحافظة كفر الشيخ. واليوم الجمعة صباح اليوم أسرته يعني صدمت بوفاته بشكل مفاجئ إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة بعد يوم واحد من حفل زفافه. المصدر كمان أكد لي في تصريحات خاصة لأهل مصر إن يعني العروس أصيبت بحالة من الصدمة وتعرضت لحالة من الإغماء بعد اكتشافها وفاة زوجها في يوم الصباحية. يمكن كمان عرفنا في أهل مصر إن العريس المتوفى إلى رحمة مولاه، زي ما وضحنا على حضراتكم إن الشاب العريس المتوفى يدعى محمد أحمد داوود. عرفنا إنه هو كان شاب مكافح، كان بيشتغل عامل وكان بيسعى على أكل عيشه عشان يكون نفسه. هو كان أكبر إخواته، يعتبر هو كان عائل الأسرة. وطبعا الأسرة في حالة كبيرة جدا من الحزن والصدمة بعد وفاة نجلهم بعد يوم واحد من حفل زفافه. يمكن أهالي محافظة كفر الشيخ شيعوا جثمان العريس المتوفى إلى رحمة مولاه بعد صلاة العشاء اليوم في مشهد جنائزي مهيب، يعني طبعا وسط حالة كبيرة جدا من الحزن خيمت على الجميع، وذلك بعد أن أقام الأهالي صلاة الجنازة عليه بأحد مساجد محافظة كفر الشيخ. يمكن الشاب يوم أمس الخميس كان بيزف لعروسه، كان بيحتفل في الحفل زفافه مع أسرته مع عروسه، وكان بيزف لعروسه، ولكن للأسف اليوم يعني الأهالي زفوه إلى قبره وسط حالة كبيرة جدا من الحزن والصدمة. يعني طبعا ربنا يا رب يصبر أهله ويلهمهم الصبر والسلوان، وربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. يعني في خلال أقل من 24 ساعة بيتبدل الحال. يعني الشاب امبارح كان بيحتفل بحفل زفافه على عروسه، وكان يعني الحفل بهيج بيحتفل فيه مع أسرته ومع عروسته، وكان بيتزف ليه عروسته، ولكن للأسف بعد أقل من 24 ساعة يعني الفرح تحول إلى مأتم. والعريس اللي كان فرحه امبارح النهاردة الأهالي زفوا لي قبره. يعني طبعا واقعة مؤلمة جدا ومحزنة، ربنا يصبر أهله يا رب ويرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. مشاهدينا متابعي موقع وجريدة أهل مصر، احنا بنرصد مع حضراتكم دلوقتي يعني تفاصيل هذه الواقعة المؤلمة التي شهدتها محافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، حيث توفي اليوم شاب إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة بعد أقل من 24 ساعة على حفل زفافه. زي ما وضحنا مع حضراتكم الشاب ويدعى
الشاب يدعى محمد أحمد داود من أبناء إحدى قرى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. الشاب كان حفل زفافه يوم أمس الخميس، وصباح اليوم الجمعة أسرته تفاجئت بوفاته بعد إصابته ب يعني أزمة قلبية مفاجأة. يمكن العروسة من الصدمة تعرضت ل يعني حالة من الصدمة، وتعرضت لحالة من الإغماء بعد اكتشاف الأسرة لوفاة العريس في بعد يوم واحد من زفافه إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، زي ما وضحنا مع حضراتكم وفقا لتصريحات خاصة لأهل مصر من مصدر مقرب من أسرة العريس المتوفى إلى رحمة مولاه، إن امبارح كان الفرح، وكان مقام في إحدى قاعات الزفاف في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. الشاب احتفل مع أسرته بحفل الزفاف، وصباح اليوم الأسرة تفاجئت بوفاته إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة. ويعني طبعا الأهالي مساء اليوم الجمعة وتحديدا بعد صلاة العشاء، الأهالي شيعوا جثمان الشاب المتوفى إلى رحمة مولاه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، بعد أن أقام الأهالي عليه صلاة الجنازة. يمكن في أقل من 24 ساعة الحال تبدل من فرح إلى مأتم. امبارح كان الشاب بيزف إلى عروسه، ولكن للأسف النهاردة الوضع تبدل تماما، والأهالي زفوه إلى قبره بعد أقل من 24 ساعة من احتفاله بحفل زفافه على عروسه. زي ما وضحنا مع حضراتكم ان الشاب المتوفى الى رحمة مولاه يعني كان اكبر اخواته، ويعتبر كان عائل الاسرة، كان بيشتغل عامل، وكان شاب مكافح بيسعى على اكل عيشه عشان يكون نفسه. وطبعا يعني زي ما وضحنا مع حضراتكم ان الفرح كان امبارح، ولكن للاسف يعني النهارده يعني الأهالي زفوه إلى قبره ومقابر أسرته وسط حالة كبيرة جدا من الحزن. يمكن المشهد وفاة أو مشهد تشييع جثمان الشاب كان مشهد جنائزي مهيب، والأمر طبعا كان في حالة كبيرة من الصدمة والحزن، مش بس لأسرته ولكن لأهالي القرية كلهم اللي كانوا حاضرين الفرح امبارح والنهاردة. يعني زي ما امبارح كانوا بيزفوا الشاب في فرحه، والنهارده كانوا ماشيين في جنازته عشان يزفوه لقبره لمثواه الأخير. طبعا يعني المصاب أليم، ربنا يا رب يلهم أسرته الصبر والسلوان، وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنته. يعني بنسأل حضراتكم جميعا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جنته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. يعني مشاهدينا متابعي موقع وجريدة أهل مصر، احنا كنا بنرصد مع حضراتكم من تفاصيل هذه الواقعة المحزنة والأليمة التي شهدتها محافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، وهي وفاة شاب ويدعى محمد أحمد داود من أبناء محافظة كفر الشيخ. توفي صباح اليوم الجمعة إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة بعد يوم واحد من حفل زفافه الذي عقد يوم أمس الخميس بإحدى قاعات الزفاف في مدينة دسوق. يعني طبعا الأسرة في حالة كبيرة جدا من الصدمة، ربنا يا رب يصبرهم على مصابهم الأليم. زي ما وضحنا مع حضراتكم يعني طبعا الأسرة في حالة من الصدمة، العروس تعرضت لحالة من الصدمة وحالة من الإغماء بعد اكتشاف وفاة العريس بعد يوم من حفل زفافه، وتم تشييع جثمانه لمثواه الأخير بعد صلاة العشاء اليوم في مشهد جنائزي مهيب. يعني في أقل من 24 ساعة الفرح تحول إلى مأتم. بالأمس كان الشاب يحتفل مع أسرته في حفل زفافه، واليوم توفي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة بعد أقل من 24 ساعة من حفل زفافه. بنسأل حضراتكم مرة تانية بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جنته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. مشاهدينا متابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.